أهلا بيكم، أنا شريف العبد وإنتوا بتسمعوا المجرب. لو أنت هنا دلوقتي فأنت غالباً سمعت التريلر بتاع البودكاست، ولو ما سمعتوش ممكن تسمعه لو حابب عشان تتعرف أكتر على المجرب، ولو مش حابب مش مهم، المهم إنك هنا. النهاردة عزيزي المستمع أنا جاي أقولك ليه أنا مهتم جداً إن كل واحد أنا أو غيري يقول حاجة هنا يكون مجرب، وليه دايماً أنا شايف إن التجربة هي أهم مدرس ليا وليك في الدنيا. الكاتب التشيكي ميلان كونديرا في كتابه طائر لا تحتمل خفته قال شيء مهم جدا، وممكن ده اللي يلخص لنا الموضوع والقصة. الكاتب ميلان كونديرا قال إن صعوبة الحياة في إنك هتعيش مرة واحدة، وإن السبيل الوحيد لإنك تعرف القرار اللي خدته صح ولا غلط هو إنك تجربه. أمال هتعرف منين عزيزي المستمع إنك صح ولا غلط؟ مش انت لما اجرب اطلع بعرف. دلوقتي تعال معايا فلاش باك لورا شوية بالذاكرة. كان الكتاب والمدرس يشرحوا لك الدرس ويعيدوا ويزيدوا لحد ما يتقطع نفسه، لحد ما توصل في الآخر ويجي الكتاب يقولك اتفضل بقى يا سيدي التجربة. ليه بقى؟ لأن التجربة عزيزي المستمع هي اللي هتثبت صحة الكلام اللي هم نفسهم اتقطع فيه، لأن من غير التجربة انت ممكن ما تصدقهوش. وكان يجي مدرس العلوم في يوم من أيام الأسبوع يلم الفصل بربطة المعلم ويقول لكم بينا على المعمل يا رجالة، ويعمل التجربة قدام عينيك عشان تصدق صحة النظرية أو الدرس اللي انت خدته. وأحب أقول لك كمان إن ساعتها لو التجربة ما نجحتش معاك انت هتشكك في صحة الكلام اللي في الدرس صديق المستمع اللي هم أصلا أثبتوا صحته 700,000 مرة قبل ما يجيلك، ومش هتشك إن في حاجة غلط في خطوات التجربة اللي انت لسه عاملها. طب بلاش، كم مرة لما كبرت كده وبقيت حلو وكبير تيجي تلاقي نفسك خايف من حاجة، وما يجي حد يسألك فتقول له أصل وأنا صغير حصل كذا وكذا وكذا، يعني أنت جربت الموضوع وأنت صغير، فبالتالي تجربتك كونت رد فعلك تجاه الموضوع. طب بلاش، وأنت دايما بتذاكر وأنت صغير أو وأنت كبير عشان تتأكد إنك فاهم أو مذاكر كويس لازم تطبق اللي أنت لسه مذاكره، فتجرب تحل أسئلة أو نماذج امتحانات عشان تتأكد أنت ماشي صح ولا غلط. مش بس كده عزيزي المستمع، ده دايما لما تجرب حاجة وتغلط فيها تفضل هي أكتر حاجة فاكرها، وممكن تبقى هي الحاجة اللي انت شاطر ومميز فيها بعد كده لأن عمرك ما هتنساها. تعال معايا عزيزي المستمع نشوف أنجح النماذج العالمية، ستيف جوبز، بيل جيتس، مارك زوكربيرج، ومايكل ديل وغيرهم كتير. الناس دي كلها ما كملوش دراستهم، دي ناس فضلت تجرب وتجرب وتغلط وتجرب لحد ما نجحت. طب بلاش نروح بعيد ونماذج عالمية وشركات، تعال نشوف نموذج نجح في بلدك أو حتى في الشارع بتاعك، هتلاقيه بس راجل مجرب نجح من واقع التجربة والخطأ. طب بلاش، تعال أقول لك حاجة كمان، إخواتنا بتوع التسويق أهل الماركتينج، مش لما يجي لك كلاينت جديد يقول لك طب شوف المنافسين بيعملوا إيه؟ طب ليه؟ ما هو عشان تتعلم من تجاربهم عزيزي المستمع. طب بلاش، مش لما تكون عايز تجرب مطعم جديد، كافيه جديد، تلاقي نفسك بتدور في دايرة معارفك على حد راح المطعم ده عشان تسأله وتقول له إيه الكلام، أو تلاقي نفسك بتفتح الفيسبوك بيج بتاعتهم وتروح تدور على الريفيوز. ليه؟ ما هو عشان تتعلم من تجاربهم عزيزي المستمع. ولو بتشتري موبايل جديد تلاقي نفسك بتدور على اليوتيوب عن أي حد عمل ريفيو للموبايل ده عشان تشوف مميزاته وعيوبه وتستفيد من تجربته. حتى في معظم العلوم زي الرياضيات أو الطب أو غيرهم في أجزاء كتير جدا قائمة على مبدأ الترايل اند ايرور، التجربة والخطأ، يجربوا ويغلطوا ويجربوا لحد ما يوصلوا. لو انت لسه مكمل معايا لحد هنا عزيزي المستمع غالبا انت اقتنعت معايا بأهمية التجربة الواقعية والخبرات العملية. سامعك دلوقتي وانت بتقول لي ايوه، طيب انت عايز ايه دلوقتي؟ هنجرب يا سيدي، حاضر. هقول لك ما هو الشطارة والنصاحة بقى عزيزي المستمع انك تجرب بس بعد ما تستفيد من تجارب الآخرين، يعني هشجعك تجرب وتغلط بس وانت عامل حساب تجارب وخبرات اللي سبقوك، يعني هجيب لك المجربين بنفسهم لحد عندك عشان لما تجرب ما تغلطش نفس غلطات وتغلط غلطات جديدة، تعلمك وتعلم اللي بعدك وتشوفهم عملوا ايه صح وتعمل زيهم او احسن منهم. وعشان كده دايما عزيزي المستمع تلاقي صفة الحكيم مرتبطة اكتر بالناس الكبار في السن، لانهم جربوا وغلطوا وجربوا على مدار سنين عمرهم. هتسمع تجربة غيرك في الحاجة اللي انت نفسك تجربها او ما تجربهاش، وساعتها تقدر تشوف ظروف اللي جربها وظروفك وتعرف تقيس على اللي سبقوك وتاخد قرارك تجرب ولا ما تجربش. وممكن تلاقينا بنتكلم عن تجربة انت دلوقتي فيها، وممكن نكون سبب في انك تعدل طريقك او تعرف انك ماشي صح وتفضل ماشي زي ما انت. بس استنى، اوعى تفتكر عزيزي المستمع اني بقولك ان التجربة اهم من الدراسة، لا، انا جاي اقولك ان دراسة الحاجة او الشيء من غير تجربة مالهاش قيمة، ولكن على العكس احب اقولك ان التجربة من غير دراسة ممكن يكون ليها قيمة، لان التجربة هي نفسها في حد ذاتها هتعلمك
وهدلك على الطريق اللي تمشي فيه. وطبعا مش محتاج اقول لك ان البودكاست ده مش رساله عشان نشجعك تجرب اي حاجه من غير ما تدرسها. يعني ما تروحش تجرب تجربه محكوم عليها بالفشل من البدايه وتقول اصل انا سمعت المجرب بيقول جرب. ومش محتاج اقول لك ان البودكاست هنا مش عشان اشجعك تسيب دراستك وتجرب شغفك في الحياه والكلام ده كله، لا ابدا، بالعكس، انا بشجعك تجرب ايوه، ولكن مع الاستفاده من تجارب الاخرين اللي هي ممكن تكون اهم مرشد ليك في الحاجه اللي انت عايز تجربها. البودكاست هنا محاوله لدعم دراستك للحاجه اللي انت عايز تجربها بتجارب الناس اللي سبقوك. وانا صغير كنت ببص على البيوت والناس اللي ماشيه، بقول اكيد كل شباك من دول وراه قصه مختلفه وتجربه. كنت بقول اكيد الراجل اللي ماشي هناك ده عايز يقول حاجه او عايز ينقل لنا حاجه، وانت كمان اكيد ممكن يكون وراك قصه مختلفه وتجربه، وممكن تكون حابب تنقلها لغيرك في يوم من الايام. في النهايه ما تنساش ان احنا هنا في المجرب هنجيب لك المجرب بنفسه عشان نقدر نساعدك تاخد قرارك، يا تجرب يا ما تجربش. دي كانت أول حلقة من حلقات المجرب. ما تنساش تقول لنا لو حابب نتكلم عن تجربة معينة أو حابب تنقل تجربتك. اعرف احنا فين وابعت لنا.